عسلامة، إن شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. روتار أما خير من بلاش. الحصيل اليوم كيف ما تشوفوا جبت لكم بنة مش عادية. الجاتو ترند كيكة دبي حصيله سهلة وبنينة تعمل 66 كيف. يلا نشوفوا مع بعضنا طريقة التحضير. اول حاجه باش نحضر جاتو شوكولاته. خذيت 3 عظمات نفصلوا الابيض على الاصفر ونردوا بالنا كالعاده نطيحوا حتى شويه اصفر مع الابيض يتهلك الابيض وما يطلعش. باش نزيد رشه ملح للابيض ونركضوهم بالباهي لوين تحصلوا على بلانشون نيج. وهكا تحصلنا على بلانشونيج. توا باش نخليها على جنب وناخذ الاصفر ونزيدو 150 جرام سكر وفاني. بالنسبه للفاني تنجموا تعملوا اكستري والا تعملوا زوز سكر فانيليا. نركضوهم بالباهي لوين يولي الخليط متاعنا ابيض. وهكا الاصفر العظم سي بون ريتو كيفاش ولا لونه ابيض. توا باش نزيد عليه 100 غرام زبده ذايبه وتكون بارده نخلطوهم بالباهي ونزيدوهم 120 مليلتر حليب. نخلطوهم بالكدا ومن بعد باش نحط المكونات الجافه. الله غالب الكاميرا طلعت ما تصورش دونك ما صورت ليش وقت اللي حطيت الفارينه والكاكاو والخميره. دونك حطيت 180 غرام فارينه 30 غرام كاكاو و8 غرام خميره جاتو. فرغتهم في صحفه ما اكبر وخلطتهم بالباهي خاطر هذه صغيره باش نخلطوهم بالفواه. ومن بعد من غير ما نستعملوش ركاده جوست هكا بالفواه نخلطوا بالباهي. ومن بعد باش ناخذ ابيض العظم اللي طلعته ونخلطه معاهم بالسياسه لوين يتجانس الخليط. جبت الطبق متاعي دهنته من الجناب بالزبده ومن اللوطه حطيت عليه بابي كويسون. الطبق كبره 21 سنتي وصبيت الخليط وباش ندخلوه للفور يكون مسخن ديجا على 180 درجه. بالنسبه للوقت عينكم ميزانكم كل واحد والفور متاعو كيفاه. وما بين الجاتو الطيب باش نحضر الكنافه. بالنسبه ليا الكنافه نحبها بليش زبده يعني باش نحطها في الفور. خذيتها مكنجله من الثلاجه ونكسرها بايدي كيف ما تشوفوا وباش نفرشها على الطبق وندخلها للفور. كيف ما تنجموا تطيبوها في مقلة مع الزبده يعني الطريقه العاديه كيف جوست ما نحبش النكهه هكا القويه متاع الزبده وكهو. كيف ما تشوفوا هكا فرشتها على الطبق وباش ندخلها للفور. وقت اللي هي طيب هكا كل مرة نحركوها شوية وهي تطيب. وهذه الكنافة صايي طابت هكا حمارت بالباهي. تو باش نفتفتها بايدي باش تجينا سهلة تتكسر بسهولة. دونك من غير تعب هكا من الاول نقصه بسكينه وكل هكا كيف الطيب طبيعتها باش تتكسر باش تجي سهله. نفتفتها بالباهي وخذيت منها 100 غرام كاهو خاطر الجاتو نتاعي صغيره مش كبيره. وباش نزيد عليهم 200 غرام كريمه الفستق. نخلطوهم مليح وباش نزيد عليهم 20 غرام فستق مرحي. الفستق المرحي اختياري تنجموا تزيدوه تنجموا لا. هكا جوست حبيت تكون نكهة الفستق قوية. كيف ما تعرفوا كريمة الفستق اللي تتباع راهي ما تكونش يعني نكهة الفستق متاعها قوية برشا. دونك من المستحسن نعملوها في الدار. الجاتو متاعي طابت ما خليتهاش تبرد قصيتها ديريكت هكا ما شاء الله هشوشة وريحة الكاكاو وريحة الشوكولاتة تعمل 66 كيف. حاسيلو قسمتها على 2 طبقات.
قسمتها وهي سخونه، انتوما ماذا بيكم تقصوها وهي بارده، خاطر نصور في الفيديو يعني نزرب فما خليتهاش تبرد. انتوما ماذا بيكم تخلوها تبرد باش تجيكم اسهل في القصان. ريتو كيفاش هشوشه ما شاء الله طريه على الكيف. دونك قسمتها لزوج طبقات. باهي توا خذيت السيركل متاعي ولا تنجموا تعملوها في اي مول تحبوه، وحطيت عليها البابي بلاستيك هذاك جوست باش تجيني من بعد مرتوبه ومزيانه. وحضرت سيرو عليه كاس ماء وكاس سكر، خليتهم يغلوا شويه على الغاز ومعهم شويه فاني. كيف ما تشوفوا ساهل، تنجموا تعملوها باللي تحبوا، تسقوها باللي تحبوا. باهي انا باش نسقي الطبقه الاولى نسقوها بالباهي، هي يعني ما تستحقش برشا، ما نسقوها بالباهي باش تجينا طريه. ومن بعد حطيت الكنافه بالفستق، نفرشوها ونضغطوا عليها بالكدا على جناب خاصه باش ما تجيش تتفتفت. صبيت الكميه الكل خاطر نستحقوا تبقى اكاهو. الجاتو متاعي راهي ماهيش كبيره، كبرها 20 سنتي، مش كبيره برشا. دونك الكميه اللي عطيتها لكم في الفيديو راهي جاتو متاع 20 سنتي، اما تقص ما شاء الله يعني توكل اكثر من 8، تقص اكثر من 8 مرسوات. ريتو هكا نبدو نكبسو ونضغطو بالباهي وخاصه على الجناب باش تجينا الطبقه مستويه. وتوا باش نحط عليها الطبقه الاخرى نتاع الجاتو. كيف سقيتها من اللوطه وباش نزيد نسقيها من الفوق. نضغطوا عليها بيدينا هكاكا باش تلصق في الطبقه نتاع الكنافه والفستق ونسقيها من الفوق. ومن غير ما نخلوها تبرد ولا حاجه، خاطر هي مش لازم يعني تبرد، ما فماش هكا كريم ولا حاجه باش تبرد. به توا خذيت 100 غرام شوكولاته بالحليب، تنجموا تعملوها شوكولا نوار ولا اللي تحبوا. خذيت 100 غرام شوكولاته حليب، زدتها 20 مليلتر كريم ليكيد، كيما تنجموا تعملوا حليب عادي ولا حتى زبده. ذوبتهم وباش نصبهم على الجاتو من فوق. هذه الجناش اللي باش نصبها توا باش نحطها على الجاتو. وديريكت باش نستويها هكا، وديريكت باش نحي السيركل ونحي البلاستيك، ما نستناش، ديريكت كل شيء عملته ورا بعضه، خاطر ما تستحقش يعني باش ترتاح. اما اذا تحبوا تخلوها في الثلاجة خلوها عادي. توا باش نستوي الطبقة متاع الشوكولاتة. نحيت البلاستيك اللي على الجناب هذاك يخلي الجاتو تجي على الجناب مزيانه. وخليت شويه من الكريم تاع البيستاش، زينت بها كيف ما تشوفوا من الفوق. نجموا تزينوا كيف ما تحبوا باللي تحبوا، يعني هكا جوست فكره وكهو. ريتو هي الجاتو هذه راهي ما تشدش ليد، يعني فيسع راهي تحضر، يعني جوست هكا الجاتو باش تطيب وكهو، سينو راهي فيسع ما تشدش اليد. ومن بعد بسكينه بديت نعمل هكا فكا الخطوط نتاع الكريم، نعمل فيهم كيف ما تشوفوا. وهذه هي الجاتو اللي تحصلنا عليها. حاسيلو هي مزيانه وبنينه وتعمل 66 كيف بصراحه، يعني لازم تجربوها، لازم هكا حويجه جديده نجربوها. طياره راهو مستانسه نشريها من برا، اما قلت يلزمني نجربها في الدار، ما فيها شيء، سهله ماهله. وشنو يعني هي تكلفتها جوست هكا الفستق وكهو شويه الكنافه وكهو. هكا حطيت عليها فستق على الجناب وسييه. هذه الكيكه دبي حضرت والله بنينه، وراهو الحجم هذا ما شاء الله يوكل بالباهي، يعني ان شاء الله عجبتكم وتجربوها. وتوا نقول لكم شهيه طيبه.